سلاح اخر ضد شهوات النفس اللي مش قادر على الشهوات في عصر الشهوات، اللي بيقولك الفتن والشهوات تعمل ايه في ذلك العصر الرهيب، عصر الشهوات، عصر الفتن، اللي الفتن بقت في الاعلام والتلفزيونات والاذاعات والمجلات والشوارع والمدن والجامعات وكل مكان. نعمل ايه في هذه الفتن؟ اسمع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. نفسي هتضيعني يا رب، شهوات نفسي هتوديني في داهية يا رب، مش قادر اقاوم شهوات نفسي ومعاصي الشهوة يا رب، اعمل ايه؟ لا تكلني الى نفسي طرفة عين. يمين يا ارحم الراحمين برحمتك استغيث. انت حاسس برحمة الله؟ حاسس برحمة ده الرسول بيقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين. طرفة عين دي يعني ايه يا جماعة؟ طرفة عين دي ابسط حركة في الجسم كله، طرفة العين، رمشة العين، ابسط حركة لا ارادية في جسمك طرفة العين. اذا كان ابسط حركة بتقول يا رب انا ما اقدرش عليها، اذا كان الحركة اللا ارادية دي بتقول يا رب مش هتتعمل غير بيك، امال بقى باقي حياتك تعمل فيها ايه؟ طرفة العين دي انت ما تعرفش بتعمل لك ايه. ده انت لو شفت مريض ابتلي بنشفان دموع العين، ربنا يعافينا يا رب، لو شفت مريض ابتلي بنشفان دموع العين، لان طرفة العين دي بتنشر دموع العين، بتجدد المية على عينيك. اللي مبتلين بنشفان دموع العين والعياذ بالله عايشين في عذاب، كل شوية قرحة، كل شوية مرض، كل شوية ألم، على طول عايشين على دموع صناعية ومراهم. ربنا يعافينا اللي يشوف هذه الحالة. انت بتقول له يا رب ابسط حاجة انا ما اقدرش ادبرها لنفسي، امال لو ربنا سابك تنظم السكر والضغط في دمك هتعمل ايه؟ امال لو ربنا سابك تنظم انزيمات المعدة بتاعت الهضم، ده انت حتة اللحمة اللي بتاكلها لو من غير انزيمات المعدة عايزة 50 سنة عشان تتهضم، ما بالك بقى ربنا عمل لك ايه؟ انت محتاج ربنا في كل شيء، محتاج ربنا في كل حاجة. بتقول له يا رب انا ما اقدرش اعمل من غيرك حاجة. ربنا مع اهل الكهف بيقول واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. من يعني شيء بس من رحمته. لما ربنا اداهم شيء من رحمته عمل لهم ايه؟ فجر لهم نبع ميه وسط الجبل، سخر لهم الشمس 300 سنة، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. لما ربنا اداهم شيء من رحمته حفظهم 300 سنة، نجاهم 300 سنة. انت لو اصابك شيء من رحمة الله هيحصل لك ايه؟ ما احوجنا الى رحمة الله يا جماعة. فكرة خطبة النهاردة كلها ان احنا كلنا مبتلين لاننا ما بنواجهش الحياة بقدرة الله، ان احنا عندنا مشاكل في دنيتنا وديننا لان احنا ما بنواجهش الحياة بحول الله وقوته، ان ربنا سبحانه وتعالى نزلك الارض وهو يعلم انك ضعيف، انك انت بتترعب من اصغر ميكروب محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب عشان تشوفه، زي ما بتترعب من الاسد اللي بيفترسك. انت ضعيف قدام كل حاجة، عاجز قدام كل حاجة، ما تقدرش تعمل حاجة. طب ربنا خلاني عاجز كده ليه؟ لانه قال لك قول يا رب، وانت قدرة ربنا تبقى معاك في حياتك. قول يا رب وانت غنى خزائن ربنا يبقى معاك في جيبك.